ازيكم يا احلى جمهور؟ وحشتوني جدا بعد غياب طويل، بس ان شاء الله مش هغيب تاني. النهارده جايبه لكم فيلم مش طبيعي، فيلم يخليك تقول هو انا فاهم ولا دماغي مالها. فيلمنا النهارده هو نيمونا. هي بطلتنا بنت، بس مش بنت خالص، هي حاجة تانية خالص بس لذيذة بطريقة مرعبة. يلا نبدأ الحكاية بتاعتنا. في مملكة كده شبه العصور الوسطى، فيها فرسان وحصون، تشوفها تقولي انها حاجة قديمة، بس الغريب ان كلهم عايشين بتكنولوجيا حديثة زي كاميرات وموبايلات، بس في نفس الوقت لابسين دروع وماسكين سيوف في ايديهم. المهم ان احنا عندنا شخصية اسمها بلاستر، والفارس ده فارس مجتهد جدا، بس مش من عيلة غنية، وده اللي بيخلي الناس تستغرب لما الملكة تختاره هو مخصوص علشان يكون الفارس، وبتختاره علشان يكون فارس المملكة الجديدة، وهو بيكون أول واحد مش من العيلة المالكة. بس في لحظة تتويجه بتحصل كارثة كبيرة، والملكة بتتقتل وفجأة قدام الناس، وبتطلع الملكة اتقتلت بسلاح مين؟ بسلاح بلاستر. وطبعا وقتها الدنيا كلها بتتقلب والناس كلها بتتهمه، والجرايد بتقول عليه خائن. وطبعا وقتها بلاستر بيهرب بسرعة وبيجري. وقتها بقى بتظهر البطلة بتاعتنا نيمونا، وهو هربان بيقابل نيمونا، وهي بتكون بنت غريبة كده وشعرها فوشيا، وبتتحرك بسرعة زي طلقة المسدس. نيمونا بقى بتيجي تقوله أنا عايزاك تبقى شرير وأنا هساعدك، وبيجي طبعا بلاستر الغلبان وبيقول لها أنا مش شرير، فهي بترد عليه طيب اثبتلي. ووقتها بنعرف المفاجأة إن نيمونا بنت مش عادية خالص، وبتقدر تتحول لأي شكل هي بتحبه. يعني مثلا مرة تتحول لديناصور، ومرة لوحش ضخم، ومرة لقطة لطيفة. في المرحلة اللي جاية بقى هنشوف نيمونا بلاستر بيكونوا تيم مع بعض. بلاستر في البداية بيكون رافض قوي نيمونا، وبيقول لها امشي يا بنت من هنا، هو انت مجنونة؟ بس نيمونا ما بتفهمش الرفض، وبتفضل لازقة فيه، وبتفضل تقوله ان انا شغالة معاك غصب عنك، وفعلا بتقنعه انها هتساعده، بس ان هو لازم يثبت ان هو اللي ما قتلش الملكة. وبنعرف وقتها ان نيمونا عندها طاقة غريبة جدا، انها بس مش بتتحول، لا كمان بتحب تدمر اي شيء، وبتبقى عايزاه هو كمان يكون شرير، وبتفضل تقوله ان هو محتاج يعيش حياته الجديدة بشكل شرير. وهو طبعا مش بيبقى عايز يبقى شرير، بس بيكون مضطر يتصرف كده علشان يعرف يوصل للحقيقة. وبيبدأوا بقى مع بعض يعملوا مغامرات خطيرة جدا، ان هما مثلا يكسروا نظام الحماية ويتسللوا للهيئة العليا، ويواجهوا كمان مع بعض فرسان المملكة. هو في الاول ما بيكونش طايقها، بس لما بيشوف قدراتها وانها تقدر تعمل اي حاجة بيبدأ يفكر مع نفسه، وبيقول ان هي اكيد هتفيده. وبنعرف وقتها ان نيمونا عايزة تنتقم من النظام اللي بيكره الناس المختلفة. بيبدأوا بقى الاتنين يجمعوا مع بعض أدلة، وبيخترقوا أنظمة الأمن، وبتيجي نيمونا بتتحول لعامل نظافة، وبعد كده بتتحول لمديرة الأمن، وبعدين بتتحول لسنجاب بيجري جوه مواسير الهيئة. وفي وسط كل المعركة اللي هم فيها دي بتيجي نيمونا وبلاستر، وبيبدأوا يتقربوا كمان لبعض، وهو بيشوف فيها حنية رغم شكلها المجنون، وهي بتشوف فيه شخص ممكن يثق فيها لأول مرة. ولما نيمونا بتطمن له بتبدأ بقى تحكي له عن ماضيها. وبنعرف زمان قوي ان كانت نيمونا طفلة غريبة مختلفة عن كل باقي الأطفال، ولما اكتشفت انها تقدر تتحول لأي شكل هي حباه فرحت جدا وراحت تقول كل الناس، بس بدل الناس ما يفرحوا بيها خافوا منها وطردوها، وبعضهم كمان حاولوا يقتلوها. ومن وقتها عاشت نيمونا لوحدها بتستخبى وبتتقمص شخصيات تانية علشان تعيش. بعد مئات السنين بقيت الأسطورة مخيفة، الوحش المتحول، والحكومة نفسها كانت بتدور عليها علشان تمحيها من الوجود. بنشوف في المرحلة الجاية بقى تحول في العلاقة. يعني ايه؟ لما بيعرف هو الحقيقة بيتصدم وبيشك فيها، بس في الاخر بيدافع عنها وبيقول لها ان هو مش شايفها وحش، وان هو شايفها اعظم شخص قبله. وقتها بقى نيمونا لأول مرة بتصدق ان في حد ممكن يحبها زي ما هي. نرجع بقى للمملكة ونشوف بقى مين اللي قتل الملكة، وبنعرف وقتها مين العدو الحقيقي. وقتها بيكتشفوا ان مديرة النظام هي اللي كانت ورا قتل الملكة، كانت شايفة ان التغيير اللي حصل في المملكة ده خطر عليها، وان وجود شخص مش من الاغنياء ولا من العيلة المالكة تهديد كبير قوي عليها وعلى المملكة. فخططت بقى انها تقتل الملكة وتلبس الجريمة لمين؟ لبلاستر، علشان الناس تفضل خايفة ويفضل النظام زي ما هو، وان العيلة المالكة هي بس اللي تمسك الحكم، وان محدش من الشعب يتجرأ ولا يكون عنده امل ان هو يمسك الحكم. ولما بيعرف بلاستر ونيمونا باللي حصل بيقرروا ان هم يفضحوها قدام المملكة كلها وقدام كل الناس.
بنيجي بقى في المعركة الأخيرة في ساحة المدينة قدام آلاف الناس، نيمونا بتتحول لوحش ضخم جدا، والناس طبعا بتترعب وبتصرخ بصوت عالي. وطبعا الجيش بيحاول ان هو يهاجمها، بس بيجي بلاستر وبيقف في النص، وبيجي بقى بكل شجاعة وبيقول لهم ان هي مش خطر، وان هو الخطر الحقيقي اللي موجود الكذب والخوف اللي انتوا عايشين فيه. والناس بقى لما بتسمعه بتبدأ تفهم كلامه، وبنشوف بقى المديرة اللي قتلت الملكة بتتجنن وبتحاول انها تضرب نيمونة بصاروخ عملاق. وبنشوف وقتها نيمونة وهي بتقرر تضحي بنفسها علشان تحمي المدينة كلها، بس طبعا بيجي البطل بتاعنا بلاستر وبينقذها. وبنشوف بقى في النهاية ان نمونة نفسها بتختفي ومحدش بيعرف راحت فين، وبلاستر بيرجع يشتغل على كشف الحقيقة واصلاح النظام. وفي النهاية بنشوف بلاستر وهو واقف على سطح مبنى كبير وبيسمع صوت من وراه بيقول وحشتك، ولما بيلف بيلاقي قدامه نيمونة. وده كان فيلم نيمونة، وفايدتنا انها مش بتتكلم لا عن الوحوش ولا الابطال. ده فيلم ان احنا نستفيد منه ان كل شخص يكون على طبيعته، وإن كل شخص هيلاقي اللي بيحبه مهما كان شكله. خليك على طبيعتك حتى لو الناس ما فهمتكش. لو عجبك تلخيص الفيلم دوس لايك وسبسكرايب، وقولي بقى في الكومنتات لو تقدر تتحول لأي حاجة هتبقى ايه. سلام.